choices upon choices. السلام عليكم. كنا سولناكم في فيسبوك شنو هو الاختيار بالنسبه لكم، وكانوا الاجوبه ديالكم كالتالي. هذا انت وقررتي انك تفرج في شي فيلم وتشد به الليل، دخلتي نتفليكس دازت نص ساعه ومازال كتختار وكتقلب على شي فيلم، حرتي وما عرفتيش تختار. هاد الحاله كنعيشوها ديما وكتعيشها حتى فاش كتبدل من قناه لقناه في التلفازه، ولا شنو غدير الفطور في رمضان، الله أكبر الله أكبر. ولا شنو غتكوموندي من شي ريستو. وخصوصا البنات فاش كيبغيو يختاروا شي لبسه يخرجوا بها، انت ولا انت قدام اصعب الممارسات اليوميه انك تختار. وكلنا من الصباح كنختاروا حتى نحطوا راسنا بالليل باش ننعسوا. وها علاش؟ تخيل معايا باغي تشري معجون اسنان من عند العطار عنده غير جوج انواع، القرفه والنعناع. شنو غادي تختار؟ انا شخصيا غادي نختار النعناع، وانت ممكن تكون ما اختاريتيش بحالي. ودابا نتصوروا معايا مول الحانوت عنده القرفه والنعناع، جينجومبر، جاسمين مانت وعرق صوص، وزيد. شنو غيكون الاختيار ديالك؟ الوضعيه هذه داروها جوج علماء النفس، إيناغر ومارك ليبر، في واحد الدراسة عام 2000. جابوا مشاركين لواحد المغازة، عرضوا عليهم أنواع ديال المعجون، طبعا معجون الأسنان، وقسموهم جوج مجموعات. المجموعة أ عطاهم 6 ديال الأنواع، والمجموعة بي عطاوهم يختاروا بين 24 نوع. والنتيجة المجموعة اللي عطاوها 24 خيار القابلية أنها تشري المعجون كانت أقل ب10 المرات من المجموعة اللي عطاوها 6 ديال الأنواع. والعبرة من هذه التجربة اللي داروا هاد العالمين هي كل ما زاد عدد الاختيار كل ما كنحسوا بالحيرة. كما في المثال اللي عطانا في الاول، كتدخل نتفليكس وكتلقى قدامك بزاف ديال الافلام والسيريات، كتولي محتار شنو غادي تشوف.